تاريخ مصر القديمة بيبدأ من أول المستوطنات اللي ظهرت في وادي النيل الشمالي في عصور ما قبل التاريخ، ومن اللحظة دي بدأت رحلة حضارة عظيمة استمرت آلاف السنين لحد ما وصلنا للغزو الروماني سنة 30 قبل الميلاد. خلال السنين دي المصريين أسسوا واحدة من أقدم وأعظم الحضارات في تاريخ البشرية. الحلقة دي هنحكي سوا رحلة عبر 8 مراحل رئيسية من تاريخ مصر القديمة زي ما بيقسمها المؤرخين، عشان نعرف ازاي اتبنت الدولة واتطورت قوتها، ونعرف آخر الحلقة ازاي في النهاية سقطت. ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس، ده بيساعدنا نقدم لكم محتوى اكتر. ويلا بينا نبدأ. بداية الحكاية كانت على ضفاف نهر النيل. بعد ما الصحر حواليهم جفت، الناس اضطرت تسيب الترحال وتستقر جنب النهر عشان المية والطمي اللي كان بيجي مع الفيضان ويخلي الأرض صالحة للزراعة. ومن اللحظة دي بدأ الإنسان في وادي النيل يعيش أول خطوات الحضارة. في الوقت ده ظهرت مجتمعات مستقرة زي حضارة البداري في الصعيد، تحديدا في أسيوط. البداريين عرفوا الزراعة وبدأوا يستخدموا النحاس، وكمان عملوا فخار. كانوا بيؤمنوا بالبعث، بالحياة بعد الموت. بعدها ظهرت حضارة نقادة الأولى حوالي سنة 3900 قبل الميلاد. نقادة كانت في قنا، لكن تأثيرها وصل من مصر الوسطى لحد الشلال الأول في الجنوب. اتقدمت الصناعة خصوصا في الأدوات الحجرية والفخار وزخرفته. المساكن كانت بسيطة من فروع الشجر والطين، والمقابر كانت عبارة عن حفر بيضاوية ضحلة بيدفن فيها الميت في وضع القرفساء. ومع الوقت دخلت مصر مرحلة نقادة التانية سنة حوالي 3650 إلى 3300 قبل الميلاد، ودي المرحلة اللي بدأت فيها فكرة الدولة تظهر. الجنوب بقى أقوى، والعلاقات بين الشمال والجنوب بقت أكتر نشاط، سواء في التجارة أو حتى في الصراعات. في الفترة دي كمان ظهرت أول الرسومات الجدارية زي اللي اتلقت في الكوم الأحمر قرب إدفو، ورسومات الفخار اللي فيها مناظر لمراكب وأشخاص وحيوانات. المصري القديم بدأ يستخدم النحاس أكتر في الصناعة، وبدأ يتاجر بمواد غريبة على البيئة المحلية زي اللازورد، وده يدل إن بقى في اتصال خارجي بين مصر والعالم الخارجي. بعدها جت الفترة للنقادة الثالثة حوالي 3300 إلى 3050 قبل الميلاد، واللي بنعتبرها آخر مرحلة قبل قيام أول دولة موحدة. في المرحلة دي الطبقة العليا بقت أكثر ثراء، والمقابر بقت أكبر وفيها غرف متعددة وأثاث وطعام للموتى. صناعة النحاس والفخار وصلت لدرجة عالية من الإتقان، وزخارف القوارب والحيوانات والناس بقت مألوفة. وهنا كمان بدأت تظهر بدايات الكتابة الهيروغليفية اللي هتبقى واحدة من أهم رموز الحضارة المصرية. نقدر نقول إن نهاية عصر ما قبل الأسرات كان هي البداية الحقيقية لفكرة الدولة المصرية، هي اللحظة اللي تحول فيها وادي النيل من تجمع قبائل لحضارة موحدة. توحيد مصر. المؤرخين بيقولوا ان الملك مينا موحد القطرين، واللي اغلب الباحثين شايفين ان هو نفسه نرمر، قدر يوحد مصر العليا والسفلى حوالي سنة 3050 قبل الميلاد. ومن هنا بدأت اول دولة مركزية في التاريخ. اختار مينا عاصمة جديدة اسمها منف قريبة من القاهرة الحالية عشان تكون في النص بالظبط بين الشمال والجنوب. ليه التوحيد ده مهم؟ لان لأول مرة بقى في سلطة مركزية واحدة تقدر تنظم الزراعة والعمالة والتجارة وتوزيع الموارد، وده اللي خلى مصر تتحول من قرى صغيرة متفرقة إلى حضارة موحدة بتقودها رؤية واحدة. الفرعون في المرحلة دي ما كانش مجرد حاكم، لكن الناس شافوه كإله حي على الأرض بيمثل النظام الإلهي وبيحافظ على توازن الكون. المفهوم ده هو اللي خلى المصريين يتعاونوا بإيمان كامل في بناء دولتهم وتنظيم حياتهم. ومن هنا بدأ اللي العلماء بيسموه عصر بداية الأسرات، اللي بنحسب منه التسلسل الزمني لمصر القديمة. الحقبة دي شهدت تأسيس النظام الإداري وظهور الكتابة الهيروغليفية في شكلها الرسمي، وتطور الفنون والعمارة. بدأت تتكون إدارة وطنية حقيقية فيها حكام محليين تابعين للفرعون ومسؤولين عن الزراعة والضرائب والتخزين، وده اللي خلى مصر تعرف من وقتها باسم القطرين أو الأرضين، مصر العليا ومصر السفلى، متحدتين تحت تاج واحد. الفرعون الأول سواء سميناه مينا أو نرمر بنعرفه دلوقتي من أثره الأشهر لوحة نرمر اللي بتصوره وهو بيوحد القطرين وبيهزم أعدائه. اللوحة دي مش مجرد فن، دي أول وثيقة سياسية في التاريخ الإنساني. مع تطور الممارسات الجنائزية للنخبة بدأ يظهر نوع جديد من المقابر اسمه المصطبة، مبنى حجر ضخم فوق الأرض وبيضم غرف الدفن والتقدمات. المصاطب دي كانت البداية المعمارية اللي هتتطور بعد كده إلى أول الأهرامات. باختصار في العصر ده مصر اتنقلت من مجرد تجمعات بشرية إلى دولة منظمة بعقيدة وقيادة وهوية واضحة، ودي كانت بداية رحلة استمرت لآلاف السنين.
المملكة القديمة واحدة من أعظم فترات التاريخ الإنساني، هي عصر بناء الأهرامات. بدأت المملكة القديمة مع الأسرة الثالثة لما الملك زوسر أمر ببناء أول هرم في التاريخ، هرم زوسر أو هرم سقارة المدرج، اللي صممه أول معماري في التاريخ، المعماري العبقري أمحتب. الهندسة هنا ما كانتش مجرد بناء ضخم، لكنها كانت نقطة انطلاق لعلم جديد في التخطيط والرياضيات وتنظيم العمال. بلغت المملكة القديمة ذروتها في الأسرة الرابعة مع ملوكها العظام سنفرو، أول ملوك الأسرة، واللي بنت 3 أهرامات على الأقل وطور شكل الهرم الكامل. وخوفو صاحب الهرم الأكبر بالجيزة أحد عجائب الدنيا السبع، وخفرع ومنقرع أبناء وأحفاد خوفو اللي استكملوا مجمع الأهرامات العظيم اللي بقى رمز خالد لمصر حتى النهاردة. المشاريع دي كانت مش مجرد مقابر، دي كانت مشروعات قومية ضخمة شارك فيها عشرات الآلاف من المصريين. وفي الأسرة الخامسة زادت أهمية عبادة إله الشمس رع، فبدأت المعابد الشمسية تظهر في أماكن زي أبو صير، وبدأت نصوص الأهرام تنقش لأول مرة في عهد الملك أوناس، وده كان تطور ديني كبير بيعكس ازدهار الفكر والعقيدة. اقتصاديا مصر بدأت توسع علاقاتها التجارية، فبعتت بعثات إلى بلاد بونت غالبا في القرن الأفريقي، وده عشان يجيبوا العاج والبخور، وكمان تاجرت مع بلاد الشام عشان تجيب منهم خشب الأرز. لكن في نهاية الأسرة السادسة ومع حكم الملك بيبي الثاني اللي استمر أكتر من 90 سنة، وبدأت سلطة الفرعون تضعف لصالح حكام الأقاليم اللي استقلوا تدريجيا. ضعف الإدارة مع مجاعات بسبب انخفاض فيضان النيل أدى في النهاية إلى انهيار الدولة المركزية ودخول مصر في مرحلة اضطرابات وصراعات داخلية. وهنا بتنتهي المملكة القديمة وبتبدأ فترة جديدة صعبة في التاريخ المصري، وهي عصر الاضمحلال الأول. الفترة الانتقالية الأولى اللي استمرت تقريبا قرنين من الزمان. بدأت الأزمة بانهيار الحكومة المركزية في منف لما ضعفت سلطة الفراعنة وفقدوا السيطرة على الأقاليم. حكام المقاطعات اللي كانوا زمان تابعين للملك بقوا مستقلين فعليا، ومع الوقت بقت بعض الأقاليم أغنى وأقوى من العاصمة نفسها. ده أدى إلى نزاعات داخلية بين الحكام المحليين، ومع موجات الجفاف وانخفاض فيضان النيل بدأت المجاعة تنتشر ويضعف الاقتصاد. لكن الغريب إن وسط كل الانهيار ده الفن والأدب المصري ازدهروا بشكل ملحوظ. ظهر نوع جديد من الأدب بيسموه النصوص الجنائزية، واللي كانت بتستخدم في المدافن الملكية فقط، وبعدين بدأت النصوص تكتب على التوابيت. الفن كمان بدأ يخرج من سيطرة القصر، وظهر طابع محلي في المقابر والتماثيل والنقوش، وبيعبر عن هوية الشعب مش بس الملوك. سياسيا مصر اتقسمت فعليا إلى دولتين. في الشمال حكمت الأسرتين التاسعة والعشرة من عاصمتهم هيراكليو بيوبلس هانسيا المدينة، وفي الجنوب ظهرت الأسرة ال11 في طيبة الأقصر حاليا بقيادة أمراء طموحين بيحلموا بإعادة توحيد البلاد. الصراع بين الشمال والجنوب استمر سنين طويلة لحد ما قدر منتحتب الثاني حاكم طيبة ينتصر على منافسيه في الشمال حوالي سنة 2055 قبل الميلاد، ويوحد الأرضين من جديد تحت سلطته. قبل ما نكمل، لو حبيتوا الحلقة دوسوا اشتراك وفعلوا الجرس، دعمكم بيخلينا نعمل حلقات أكتر وأقوى. اتفتح باب عصر جديد من القوة والاستقرار، وتعرف بعد كده باسم المملكة الوسطى، واحدة من أعظم عصور الحضارة المصرية القديمة. المرحلة دي كانت نقطة تحول كبيرة، فيها البلد رجعت تستقر من جديد، والنظام الإداري اتنظم، والزراعة والتجارة رجعوا يزدهروا، والفن والأدب والدين وصلوا لقمة نضجهم. وجه ابن محاتي الأول بعد كده مؤسس الأسرة ال12، وكمل المشوار وعمل عاصمة جديدة اسمها التتاوي قريبة من الفيوم عشان تبقى في نص البلد وتربط بين الشمال والجنوب وتبقى مركز الحكم والإدارة. في عهده بدأ التركيز على مشاريع الري الضخمة واستصلاح الأراضي، خصوصا في منطقة الفيوم اللي بقت من أهم المراكز الزراعية في مصر. كمان بعت حملات للنوبة عشان الذهب والمحاجر، وده زود قوة الاقتصاد المصري وخلاه من أغنى البلاد في الوقت ده. أما على الجانب العسكري فكان سنوسرت الثالث نجم المرحلة، ملك محارب بمعنى الكلمة، قاد جيوشه لحد أعماق النوبة، وبنى سلسلة حصون جبارة على الحدود الجنوبية، كانت بتعلن عن حدود مصر الرسمية وتحميها من أي مخاطر. كمان في الوقت ده ظهر مفهوم جديد اسمه ديمقراطية العالم الآخر، يعني مش بس الفرعون هو اللي ليه حق يوصل للعالم الآخر، لكن كمان أي إنسان صالح ممكن يعيش الحياة التانية. فكرة عظيمة غيرت نظرة المصريين للدين، وانعكست في الأدب والفن والنقوش اللي وصلت في العصر ده لقمة الإبداع. وفي عهد ابن محاتي الثالث وصلت مصر لقمة التنظيم الإداري، وازدهرت عمليات التعدين في سيناء، واستغلوا موارد الفيوم لأقصى درجة. بس في آخر عهده بدأت تظهر علامات تعب، فيضان النيل بدأ يقل، الموارد بقت مضغوطة، فسمح بدخول عمال ومستوطنين من بلاد الشام عشان يشتغلوا في الدلتا. ومع مرور السنين الحكومة المركزية ضعفت، والبلد بدأت تتفكك شوية بشوية، لحد ما الناس اللي جم من بره من الشرق لقوا الفرصة واستغلوها وسيطروا على الحكم. ومن هنا بتبتدي نهاية المملكة الوسطى وبداية عهد جديد كله صراعات وغزو، عهد الهكسوس.
الفترة الانتقالية التانية البلد فتحت بابها لأول احتلال أجنبي في تاريخها، الهكسوس، واسمهم معناه الحكام الأجانب. جم من آسيا واستقروا في شمال مصر والدلتا، ومعهم حاجات المصريين ما كانوش شافوها قبل كده، العجلات الحربية والخيل اللي قلبوا موازين القوة في الوقت ده. بدأت الحكاية لما الأسرتين ال13 و14 ما قدروش يحافظوا على وحدة مصر، وساعتها ظهرت عيلة من أصل شامي في الدلتا الشرقية أسست نفسها كحكام مستقلين، واستغل الهكسوس الفوضى دي ودخلوا بقوة، استولوا على أفاريس اللي هي تل الضبع دلوقتي، وبعدين على منف، وسيطروا على الشمال كله. بس الجنوب كان ليه رأي تاني. الأسرة الحاكمة وقتها انسحبت لطيبة وأسسوا الأسرة ال16 وبعدها الأسرة ال17 واللي بقت رمز المقاومة ضد المحتل. الفترة دي كانت معقدة جدا، الهكسوس حكموا من الشمال وطيبة بقت شبه دولة مستقلة في الجنوب، بينهم هدنة شكلية بس الغليان تحت السطح. ومع الوقت أمراء طيبة بدأوا يستعدوا لحرب التحرير الكبرى. اللي بدأ الشرارة كان الملك سقنن رع، ملك شجاع وحاول يواجه الهكسوس بنفسه واتقتل في المعركة، جسده لسه شاهد على شجاعته لحد النهاردة. وبعده كمل ابنه كامس الحرب وبدأ يهاجم الشمال ويضرب قوافلهم ويقطع عليهم الطرق، لكن ملحقش يكمل المشوار. وهنا بنوصل لبطل التحرير الحقيقي، أحمس الأول. قدر يوحد الصفوف ويعيد تنظيم الجيش ويتعلم تكتيكات الهكسوس عشان يستخدمها ضدهم. قاد جيشه من طيبة وحاربهم معركة ورا التانية لحد ما طردهم نهائيا من مصر ورماهم بره الحدود. انتصار أحمس ما كانش مجرد طرد المحتل، كان ولادة جديدة لمصر، وحدها من الشمال للجنوب. وبكده بدأ عصر المملكة الحديثة، العصر الذهبي اللي فيه مصر بقت إمبراطورية عظيمة بتسيطر على النوبة وبلاد الشام وبترفع رايتها فوق المنطقة كلها. في عصر المملكة الحديثة بقت العسكرية هي أولوية الدولة، تحول من قوة دفاعية لقوة هجومية بتغزو وتحكم. المصريين ما اكتفوش بالتحرير، قرروا يبنوا إمبراطورية عظيمة تمتد من النوبة جنوبا لحد نهر الفرات شمالا. بقت مصر سيدة المنطقة، بتتحكم في طرق التجارة والمعادن، تفرض هيبتها على المنطقة كلها. حتى غناها وفنها وسياستها وصلوا لقمة الازدهار. ومن هنا بدأ يطلع أعظم فراعنة التاريخ، الملكة حتشبسوت، أول وأشهر ملكة حكمت مصر بقوة ودهاء. فضلت السلام عن الحرب وركزت على التجارة، وبعثاتها لبلاد بونت رجعت بخيرات ضخمة، وبنت معبدها العظيم في الدير البحري اللي لسه شاهد على عظمتها لحد النهارده. حتمس الثالث عبقري حربي، نظم الجيش وقاد اكتر من 17 حملة ووسع حدود مصر من النوبة لحد الفرات، وتحولت مصر لأعظم قوة عسكرية في العالم القديم، وخلى كلمة فرعون تكون هي رمز الرسمي للملك. أمنحتب الثالث حكم في زمن رخاء وسلام، وازدهر فيه الفن والعمارة، وبنى معابد ضخمة في الكرنك والأقصر. كانت مصر في عهده منارة حضارية. وأخناتون أمنحتب الرابع اللي غير اسمه الأخناتون، كان فرعون غريب عن السائد، عمل ثورة دينية قلبت البلد كلها، ندى بعبادة إله واحد وهو أتون، ونقل العاصمة لتل العمارنة، وغير شكل الفن والديانة والسلطة. فكرته كانت جريئة لكن سببت اضطرابات كبيرة. وبعده جه توت عنخ آمون، الشاب اللي رجع عبادة آمون والمعابد القديمة. حكمه كان قصير لكن مقبرته اللي اكتشفت بعد آلاف السنين خلدت اسمه كأشهر ملوك العالم. رمسيس الثاني حكم أكتر من 60 سنة وبنى معابد وتماثيل ضخمة زي معبده في أبو سمبل. خاض معركة قادش ضد الحيثيين واللي انتهت بأول معاهدة سلام مكتوبة في التاريخ سنة 1258 قبل الميلاد. ولما جه رمسيس الثالث واجه غزو شعوب البحر، ودول كانوا مقاتلين جايين من البحر المتوسط وهجموا على مصر برا وبحرا، لكن قدر يهزمهم. لكن الثمن كان غالي. الحروب دي أنهكت الدولة، والأول مرة في التاريخ حصل اضطراب للعمال في دير المدينة لما تأخرت أجورهم. بعد موته مصر دخلت مرحلة فوضى وصراعات على الحكم وجفاف ومجاعات، والكهنة سيطروا على الجنوب، وسماندس أسس الأسرة ال21 في الشمال. وبكده انتهى عصر المملكة الحديثة وبدأ عصر الانقسام والانحدار. بعد ما البلد كانت إمبراطورية عظيمة بقت ساحة صراع بين الملوك والكهنة والغزاة. في الجنوب كهنة آمون سيطروا على طيبة، وفي الشمال الملوك حكموا من تانس، وكل طرف شايف نفسه الأحق بالعرش. ومن هنا بدأت قرون من الفوضى والتدخلات الأجنبية. أولهم الليبيين اللي كانوا عايشين في غرب الدلتا. واحد منهم شيشنق الأول قدر يوحد البلد مؤقتا سنة 945 قبل الميلاد وأسس الأسرة 22. لكن بعده مصر اتقسمت تاني وكل إقليم بقى ليه فرعون خاص بيه. وفي الجنوب النوبة اللي كانت تحت الحكم المصري زمان استقلت وكونت قوتها، وظهر بعنخي اللي قرر يوحد مصر من جديد وقدر يسيطر على البلاد. وبدأت الأسرة ال25 النوبية،
ومعاه ملوك زي شباكا وتهاركا، وحاولوا يرجعوا أمجاد تحتمس ورمسيس، لكن قوتهم اتكسرت قدام الأشوريين اللي دخلوا مصر ونهبوا منفيس وأسقطوا طيبة. بعدهم قامت الأسرة ال26 السيتية من مدينة سايس بقيادة بسماتك الأول، واللي طرد الأشوريين ورجع لمصر استقرارها. فتح التجارة واستعان بالمرتزقة الإغريق، وحكم حوالي 50 سنة كانت من أهدى فترات العصور المتأخرة، لكن خلفائه ما قدروش يحافظوا على الاستقرار. وبعدين ظهرت قوة ضخمة من الشرق، فرس الأخمينيين. سنة 525 قبل الميلاد دخل قمبيز الثاني مصر وسمى نفسه فرعون، وبدأ حكم الأسرة ال27 الفارسية. المصريين ثاروا أكتر من مرة، لكن الفرس رجعوا وسيطروا تاني. وفي سنة 332 قبل الميلاد دخل الإسكندر الأكبر مصر من غير حرب، الناس استقبلوه كمحرر من الفرس. زار معبد آمون في سيوة واتلقب بابن الإله، وأسس مدينة الإسكندرية اللي بقت رمز الثقافة والعلم في العالم القديم. بعد موته حكم قائده بطليموس مصر، وبدأت دولة البطالمة اللي استمرت حوالي 300 سنة. البطالمة كانوا يونانيين، لكن تبنوا التقاليد المصرية ولبسوا تاج الفراعنة وقدموا القرابين للآلهة المصرية، وخلوا مصر منارة للعلم بمكتبتها ومنارتها العظيمة في الإسكندرية. لكن مع الوقت الصراعات الداخلية ضعفت حكمهم، ومصر وقعت في طمع الرومان، عشان نوصل أخيرا لكليوباترا السبعة أو كليوباترا آخر ملوك البطالمة. حاولت تحافظ على استقلال مصر، لكنها خسرت المعركة الأخيرة، وبعد انتحارها سنة 30 قبل الميلاد سقطت مصر رسميا تحت الحكم الروماني. ودي كانت نهاية العصر الفرعوني اللي استمر أكتر من 3000 سنة، من مينا موحد القطرين لحد كليوباترا، حضارة خلدت اسم مصر في ذاكرة التاريخ إلى الأبد. لو حابين تغوصوا أكتر في تفاصيل التاريخ المصري ومصر القديمة، أنصحكم تقرأوا موسوعة مصر القديمة للدكتور سليم حسن، عمل ضخم في 18 مجلد بيحكي الحكاية كاملة بكل تفاصيلها. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واستنونا في الحلقة الجاية. سلام.